بتحب حد قوي بزيادة، فبتخاف عليه بزيادة، فمش بتبقى عايزه يشوف أي حاجة وحشة. مثلا أم خايفة على أولادها زيادة عن اللزوم، أو أب خايف على أولاده زيادة عن اللزوم، فيقفل عليهم قوي بزيادة. ما ينفعش ينزل الشارع، لا يتعلم حاجات وحشة. ما ينفعش تطلع مع أصحابها عشان خاطر ده خطر. ما ينفعش. بعد ما يكبروا ويبدأوا يواجهوا العالم بجد، يلاقوا إن في عالم تاني إحنا ما نعرفش عنه حاجة، وإن إحنا مؤدبين قوي زيادة عن اللزوم، مش عارفين نتعامل مع الناس اللي حوالينا. كونك إنك تمنع الناس اللي بتحبهم أو أنت مسؤول عنهم من إن هم يعيشوا تجارب وخبرات عشان خايف عليهم، كده تحرمهم من إن شخصيتهم تتطور. خلال مشاكل الحياة بنتقدم وبنتطور وبنتعلم. فأنت مش عايزهم يتعرضوا لمشاكل خالص، مش عايزهم يحسوا بأي معاناة. عاوزهم دايما إن أي حاجة عاوزينها تجيلهم بسهولة، ما يحسوش إن ناقصهم حاجة، محدش يعملهم وحش، محدش